نجف بتاريخها العريق الأدبي، الشعري، السياسي، الاجتماعي. تشوف النجف متميزة بكل شيء. فاعتادت البيوتات النجفية، وقبل البيوتات كنا نجتمع في الصحن الحيدر الشريف، فهو لواوين وكأنها بيوت صغيرة، وبالتالي تجلس العوائل الناس الأصدقاء الأقارب ويتحدثون بالقضايا السياسية الاجتماعية الطبية الاقتصادية، كل شيء يحدث بالمدينة يجون يسلطون الضوء عليه، وبالتالي يكون إلى تشخيص وإلى دواء. وممكن هذا وكأنما ورشة عمل تطلع بمقررات وبنتائج، وهذا يوميا. فتطورت المدينة وكبرت المدينة، طلعت من البيوت من الأطراف الأربعة إلى أحياء كبيرة، والحمد لله. سار النجفيون على آبائهم وأجدادهم على أن يقيموا أمسيات رمضانية وجلسات حوارية يرتادها أهل النجف هم. هاي الأمسيات الرمضانية كانت قبيل يعني بيوت محدودة بالنجف، كانت بيوت محدودة، وكانت الناس تهتم بهاي الأمسية، الوضع حلول للمدينة، مشاكل المدينة كبارها المثقفين يحضرون شو اكو مشكلة بالمدينة يحلوها من خلال هاي الجلسات الرمضانية. يدزون على المسؤول، تعال عمي اكو فلان غلط، اكو فلان شي، اكو فلان ناس مظلومة، اكو شريحة. هسه مجالسنا مع الاسف تفتقر لهاي يعني مجرد صارت علاقات بس احنا